سنتوقف عند الحالة الأهم والأبرز والمؤثرة في مباراة المغرب وفرنسا عند الدقيقة 27، حيث لم يحتسب الحكم القريب المكسيكي سيزار راموس ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي عندما قام ثيو هرنانديز بالقفز للاعب الكرة، حيث لامس الكرة بمشط قدمه اليسرى، لكنه تابع قافزا باتجاه سفيان بوفال الذي كان ثابتا، فقام باستخدام ركبته اليمنى على أعلى الساق اليمنى لسفيان وأوقعه أرضا. الحكم القريب يحتسب مخالفة ضد اللاعب سفيان بوفال ويمنحه البطاقة الصفراء. قرار خاطئ 100%. يضاف إلى ذلك بأن الفار من قبل الحكم الكندي لم يتدخل أيضا للإشارة بوجود مخالفة، وبالتالي إعطاء فرصة للحكم لتغيير قراره بعد المشاهدة، لكن ذلك لم يحصل. قرار خاطئ ومؤثر في نتيجة المباراة وفي مجرياتها.